لا لا بجد ده اغرب موقف حصل لي في حياتي وانا رايح التصوير. طبعا انتوا عارفين ان انا بصور اعلانات، بس في واحد صاحبي كلمني قال لي النهارده عيد ميلاد اخويا عايزك تيجي تصور، والشخص ده بصراحه عزيز عليا، فعشان كده ما رضيتش ارفض له طلب. هوب ركبت المشروع عشان اروح على مكان التصوير، بس وانا في المشروع حصل معايا اغرب حاجه قابلتها في حياتي وانا رايح اي تصوير. انا ركبت مع سواق محشش لا مش صفه، لا هو بجد كان شارب حشيش. طلعت موبايلي علشان اصور الهبل اللي بيحصل حواليا. اتفرجوا. منصورة خاصة للرجالة. المنصورة هم في اسكندرية المنصورة عشان التمثيلية بتاعت عم الجوري. اصحى لا يغفلونا ويجيبونا تحت رجليهم. لا عاش ولا كان اللي يزعلنا بالوصول والمبدأ. تحية خاصة بالسواق، سواق الرجول أصلا فعلا أصلا. يا جماعة احنا كلنا كنا فصلانين ضحك في المشروع. فضل بقى يقول شعر وفضل يحيي كل واحد بمنطقته اللي نازل فيها. يعني انا كنت نازل المنظرة، فضل يقول تحية خاصة للراجل اللي نازل المنظرة، تحية خاصة للراجل اللي نازل 45. فضل كده بقى طول السكة. واحلى حاجة بقى في الموضوع كله اللي انا ركبت من بحري للمنظرة ومرضاش ياخد مني ولا جنيه ولا من اي حد في المشروع بصراحة. وفي اخر اليوم الغريب ده الحمد لله وصلت التصوير في ميعادي، وتصوير اليوم ده كان تحفة، وكلت جاتوه في العيد ميلاد الحمد لله، وكل حاجة كانت زي الفل. تفتكروا بقى الدماغ اللي كان عاملها سواق المشروع دي دماغ